صعوبة تسديدة من منتصف الملعب، هدف وبداية المباراة. أول 3 دقائق في المباراة هدف كذا يا اخوان. اتوقع انه من ورا نص الملعب. وشوف القطعة الجميلة وبص. ايوه شوف يا الله ما شاء الله. والله بريلة مجسك على راسه. والله سلامات يا زيد بريلة يا اخوان. اوه والله زيد بريلة من جيز خبط راسه. سلامات سلامات والله. الف 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 سلامة يا زيد ابو ليلى. ايش هذا الهدف؟ شوف يحمد الله على الهدف. هذا الهدف ممكن انت يكون بالنسبة لك اجمل هدف لك في تاريخك كله، وفي نهائي كأس العرب. ونرجع نقول ما شاء الله لا قوة الا بالله من ورا نص الملعب. يا اخوان ركلة بداية المباراة السنتر تكون من نص الملعب، هذا شاطها من ورا نص الملعب. ما شاء الله لا قوة الا بالله وسجلها. شوف سرعة القرار. شوف اخذ نظرة بس، نظرة وسدد على طول. ما شاء الله يا سرعة القرار. والله سلامات يا زيد ابو ليلى. سلامات والله قوية. الف سلامة عليه يا الله. منتخب الاردن يستقبل هدف من اول 3 دقائق، والان حارسهم يزيد ابو ليلى مصاب. يا عيان يا رجل. ألف مبروك للشعب المغربي، بس قسما بالله الهدف تبعنا يا أهل المغرب إنه صحيح وانظلمنا، بس ببارك لكم بكل روح رياضية وفزتوا بالفريق الثالث وأنتوا أبطال على راسي من فوق. بس يا كرة القدم يا عيان يا رجل. لا تعليق، أقسم بالله كسر قلبي. حرام عليكم والله بنستاهل الفرحة، اقسم بالله مو مكتوب لنا الفرحة النهائية. فتح الكاميرا ومش عارف شو بدي احكي. السيناريو غريب عجيب صار معنا في ثاني نهائي على التوالي. هارد لك منتخبنا، هارد لك لوطننا، هارد لك لمشجعينا، هارد لك للسلامي، هارد لك للجميع. الجميع ما قصروا. الف مبروك للمنتخب المغربي تتويجه للبطولة. للأمانة الشباب ما قصرت، رفعوا علم الوطن فوق، رفعوا روسنا. أداء قتالي، أداء رجولي، كانوا أفضل فريق في البطولة من بدايتها حتى نهايتها. للأمان المنتخب الأردني كان يستحق أفضل من هيك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. سيناريو غريب، بنتقدم للدقيقة 88 بنتلقى هدف التعادل في آخر الدقائق، تجينا فرصة إنه ننهي المباراة في الوقت بدل الضائع وخلاص نفوز في المباراة. للأسف الفرصة بتضيع بشكل غريب. خلاص كرة القدم ما بدها الأردن، للأسف ما بدها تختار الأردن. ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله. شكرا للاعبين الجميع ما قصروا، وان شاء الله القادم افضل لمنتخبنا، وان شاء الله كأس العالم جاي ومقدم بطولة مشرفة بتليق باسمنا كأردن وبتليق باسم العرب كلهم. ومبروك مرة ثانية للمنتخب المغربي وهارد لك إلنا. لهي الدرجة منتخبنا الوطني الأردني طلع ضاغط وقاهر كثير ناس، والله ما كنت متوقع لهي الدرجة. كمية المشجعين اللي فرحانة تحديدا على خسارة المنتخب الأردني مش على فوز المنتخب المغربي. يا رجل طلعوا كثير كثار، والله العظيم ما تخيلت لهي الدرجة. انا عارف انه احنا الاردنيين بنقهر، بس والله ما توقعت لهي الدرجه. طب تعيشوا ونضل ضاغطينكم بزياده. هاي البطوله راح تستنونا في كاس اسيا 2027 ونحن بنتوج فيها. ألف مليون هارد لك يا ابطال. لا تزعلوا، لانه الجيل اللي وصل لهون ووصل لنهائي قسما بالله انكم زلام. اخطاء بسيطه خسرتنا الفاينل. النهائي بينلعب على تفاصيل، اي غلطه صغيره واي غباء ممكن انه يضيع منك لقب زي ما صار معنا اليوم. عادي جدا يا ابطال، بس الجيل هذا اقسم بالله ما راح يروح على الفاضي. الجيل هذا جيل ابطال، جيل لاعبين جايين عشان الالقاب. راح علينا هذا اللقب معلش، بس في القاب كثير راح تيجي وراح ناخذها ان شاء الله. الاشي كثير بزعل والاشي كثير بضايق. المنتخب الاردني بيستاهل على الاقل لقب بهالجيل، وشعبنا بيستاهل، والله العظيم انه شعبنا بيستاهل. بس شو بدنا نعمل؟ قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبس. الأردني وينه كسرنا عينه، الأردني وينه كسرنا عينه. مبروك على المنتخب المغربي. وانت كأس العرب الشي اللي كيستفز المغرب ما عمره ما يربح، وديما مغرب. منتخب عنوانه المرجلة والرغبة والقتالية والشغف. منتخب كل لاعب فيه يعرف قيمة تمثيل بلده وتشريفه. منتخب كل لاعب فيه يستشعر المسؤولية ويدركها. منتخب لاعبينهم رجال بمعنى الكلمة، وهدفهم شيء واحد: إسعاد الجماهير وجلب المجد للوطن.
اي نعم، المغرب بالصف الثاني يدخل التاريخ ويتوج بالذهب العربي. ألف مبروك للمغاربة وهارد لك للأردن. لم تستطع تونس والجزائر فعلها، لكن رسميا أسود الأطلس بطل لكأس العرب. رسميا يا اخوان منتخب المغرب بطل العرب. صراحة المنتخب المغربي والمنتخب الأردني في هذه البطولة قدموا، يعني كانوا أفضل منتخبين في هذه البطولة، والدليل وصولهم للنهائي. صراحة منتخب المغرب والأردن قدموا 120 دقيقة نارية، كانت فيها متغيرات كثيرة في المباراة، ولكن في الأخير حسمها المغرب. فألف مبروك للمنتخب المغربي والجمهور المغربي الشقيق، وهارد لك لنسايبنا منتخب الأردن، بإذن الله القادم أفضل. صراحة أنا كنت مرشح منتخب الأردن يحقق البطولة، ولكن بخبرة المنتخب المغربي هي اللي فازت على طموح المنتخب الأردني. فزي ما ذكرت المنتخب الأردني والمغربي هم الأحق بالوصول للنهائي، وشفنا اليوم إيش قدموا في المباراة. صراحة شابو، والله تحية كبيرة للمنتخبين اللي قدموا بطولة جدا ممتازة. هارد لك للأردن وألف مبروك للمغرب. 4 مساهمات في مباراتين دخل فيها كبديل، سجل 3 أهداف وصنع هدف. ما حكذب لو أقول إنه الساطي عبد الرزاق حمد الله أفضل شخصية مهاجم عربي مر في تاريخ كرة القدم. إيش الشخصية اللي تمتلكها يا رجل؟ أقسم بالله يا عبد الرزاق حمد الله مهاجم أسطوري، والله أسطورة، والله أسطورة يا بورزيقة. هنيئا للمنتخب المغربي بوجود الساطي عبد الرزاق حمد الله، وألف مبروك له. مرة أخيرة ألف مبروك لجمهور منتخب المغرب، وهارد لك لجمهور منتخب الأردن. نسايبنا بإذن الله تقدموا وتعوضوها في كأس العالم، اللي أشوف إنه مشواركم جدا سهل في المجموعات، وبإذن الله تفرحونا. لايك فولو شير، الأصفر في البايو. يعطيكم العافية. اقسم بالله هيبقى عيب عليا قوي لو قلت هارد لك للاردن، والله العظيم رجاله ونشامه، وعلى الراس، على الراس يا اردن ويا شعب الاردن. ومبروك مبروك 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 لاخواتنا المغاربه، والله العظيم اللي فاتوا نهائي كاس العالم 2022 ما بين فرنسا وما بين الارجنتين، ده قدامك النهائي نفسه بس عربي. ده هربان من كاس عالم، ده نهائي كاس عالم. ما تقنعنيش ان اللي اتلعب ده هو نهائي كاس عرب. طول المباراه عمال اقول يا رب، يعني ما ينفعش حد فيهم يخسر، حرام. كان نفسي قطر كده تصدر قرار وتقول لك احنا عملنا كاسين، واحد كده للاردن وواحد كده ليك يا مغرب، وانتوا الاثنين تروحوا مبسوطين. حرام حد فيهم يخسر يا جماعه، اقسم بالله مباراه للتاريخ من الاثنين، والله بطوله للتاريخ يا قطر. موعودين بالمحافل العالميه، والله موعودين يا قطر. والف الف مبروك للمغرب، ويعني والف مبروك للاردن، والله ما هقول هارد لك للاردن. وانتهى مونديال العرب يا اخوان. الف مبروك لمنتخب المغرب حصوله على اللقب، وهارد لك لمنتخب الاردن منتخب النشامه اللي قدموا بطوله تاريخيه. هنا بدات المباراه، الدقيقه 3 طنان استلم الكوره في نص الملعب، بس شوفوا فين حطها في الباب من نص الملعب. منتخب النشامه ما وقفوا وجابوا التعادل وجابوا التقدم. علي علوان يقلب النتيجه 2-1 للاردن. وهنا كانت نقطه التحول في المباراه، دخول الساطع عبد الرزاق حمد الله. يا جماعه الخير حمد الله يعرف يوقف صح، يعرف يتمركز. اللي يشوف اللقطه هذه يقول لك اوفسايد، بس حمد الله خرج صح وسجل هدف التعادل للمغرب. والساطع عبد الرزاق حمد الله ما يكتفي بالتعادل، جاب هدف الفوز 3-2 لمنتخب المغرب. الكره المغربيه تعيش افضل ايامها. تخيلوا المنتخب المغربي بالصف الثالث يلعب في هذه البطوله وحقق اللقب. بطوله جميله عشناها في كل تفاصيلها، غطيت لكم البطوله من اول مباراه الى النهائي، واتمنى البطوله هذه تكون كل سنتين. وما استغنى عن دعمكم، ضيفوني هنا وضيفوني في البرنامج الاصفر، تحصلوه في البايو. صلوا على النبي، السلام عليكم. الأردن بطل كاس العرب، ولكن دخل حمد الله وقال لهم لا، أنا اللي راح أحسم كاس اللقب، وخذ يعني الأردن بطل، ولكن دخول حمد الله خلاه ينهزم في النهائي. مستحيل يا حمد الله. ايش الشخصية هذه؟ حمد الله هو احتياط يا اخوان. من شاهد المباراة حمد الله غير مجرى المباراة، دخول حمد الله تغير كل شيء. يا جماعة الخير، هذا مدرب المغرب، اعطوني اسمه يا اخوان، ما اعرفه، اعطوني اسمه ما اعرفه. هذا اللي بالصف الثالث. يا جماعة الخير المغرب، انا من بداية البطولة وانا اقول لكم المغرب. الان صدقت كلامي،
الآن المغرب هو بطل، وحمد الله هو بطل البطولة. حمد الله يا أخي، ألف مبروك للمنتخب المغربي. طبعا حمد الله مسجل اليوم هدفين. أنا ما توقعت في يوم من الأيام أكره لاعب في حياتي يكون هو أحب لاعب إلى قلبي اللي هو حمد الله، ومبسوطة أكثر شيء لأنه هو مسجل هدفين. تمنيت يكون هاتريك ويسجل الهدف الثالث، لكن برضو المنتخب المغربي يستاهل الفوز. ألف مبروك، أقسم بالله أنتم من جد أسود وتستاهلوا الفوز، وهارد لك للمنتخب الأردني. حمد الله مو بس كان رجل المباراة، والله أنا أشوفه أرجل للرجال، وفخورة إنه حمد الله في يوم من الأيام مثل الاتحاد. والله كانت مباراة جدا جميلة من الطرفين صراحة، الاثنين أقوياء استمتعنا فيها، لكن حمد الله كان عنده رأي ثاني إنه المغرب هو اللي ياخذ الكاس. وألف مبروك للمغرب، وهارد لك للأردن. يا ساتر، المغرب بالصف الثالث تفوز على الأردن وتجيب كأس العرب، وهاردك لإخواننا الأردنيين. تخيلوا منتخب الأردن سجل هذا الهدف، ما كنا مدحنا المغرب ولا شيء. الساطع عبد الرزاق حمد الله نجم نادي الاتحاد ونجم نادي النصر ونجم نادي الهلال ونجم نادي الشباب يفوز المغرب ويجيب لهم البطولة. الهدف الأول تمركز تاريخي من حمد الله، الهدف الثاني تمركز تاريخي عشان تعرف إنه هداف بالفطرة. شوفوا تقييم لاعبين المنتخب المغربي كلهم، وشوفوا تقييم الساطع حمد الله تقييمه 9 ما شاء الله تبارك الله، مسجل هدفين. أمانة شكرا للمنتخبين، قدموا مباراة تاريخية والله من أحلى المباريات اللي شفتها في حياتي. هذه أقوى يا أخوان من نهائي كأس العالم، أقوى من نهائي دوري أبطال أوروبا. هذا هو نهائي كأس العرب. اقسم بالله هذا نهائي كاس عالم. لا هذا مو نهائي ابطال العرب، اقسم بالله نهائي كاس عالم. ابداع 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 من جميع من المنتخبين الاثنين، ابدعوا ابداع غير طبيعي. شكرا منتخب الاردني، هارد لك. 1000 مليون مبروك للمغرب. أود ما شاء الله تبارك الله، شغل تأسيس من البداية، من الناشئين للشباب للأولمبي للمحترفين جميع الدوريات والأندية. شكرا على النهائي ذا الجميل، مبروك لأسود الأطلس، تستاهلوها 1000 مليون مرة. مبروك لمنتخبنا الأردني، قسما بالله العظيم إنكو كفو ورجال وأسود. منتخبنا الأردني قسما بالله العظيم إنكو ما قصرتوا. أنا معتبر حالي ماخذ الكأس وزيادة، والله أداء رجولي. وألف مبروك للمنتخب الشقيق الحبيب المنتخب المغربي. بيض الله وجهكم يا الأردن، والله العظيم بيضت وجوهنا وأبطال، ومعتبر حالي أنا أخذت الكأس. وألف مبروك للمغرب، أداء أسطوري، مباراة كبيرة جدا بين المنتخب المغربي والمنتخب الأردني. المغرب بطل كاس العرب في نهائي تاريخي بمعنى الكلمه، ويمكن من الجول الاول اللي جابه اسامه طنان بشكل عالمي للمغرب قلنا انها تبقى حفله. كان الشوط الثاني ما تفهمش جمال السلامي عمل ايه لعيبته بين الشوطين، لعيبه الاردن نازله تاكل الاخضر واليابس، فالاردن نزل بشكل قوي جدا وعلوان اتعادل وركبت الجيم. لكن غلطه الاردن انها رجعت تاني ودفعت. نزول عبد الرازق حمد الله ادى ثقه اكتر للعيبه المغرب، ولو شايف ان الاجوان اللي جابها النهارده كانت جايه له مقشره، فهي نهايه قويه لمسيره لاعب المفروض كان ياخد حقه. بصراحه نادر جدا ان انت تتفرج على نهائي تبقى شايف ان الفرقتين ما يستاهلوش يخسروا. تحس كده ان استاد لوسيل ده اي ماتش نهائي بيتلعب عليه لازم يكون للتاريخ. وخلينا نقول ان العرب النهارده عملوا واحده من امتع الماتشات في تاريخ الكوره، ولا انت ايه رايك؟ وخلاص خلصت المباراة المجنونة، خلصت بمكسب المغرب 3-2 بعد ما اتفرجنا على امتع مباراة من بعد نهائي كاس العالم، وهي لا تقل اهمية عن نهائي كاس العالم. بس اللي انا عايز اتكلم عليه ده العالمي ده اللي نزل قلب المباراة وجننا معاه عبد الرازق حمد الله. انا نفسي اعرف يا مدرب المغرب عبد الرازق حمد الله ده يقعد دكة ازاي؟ مع كل الاحترام والتقدير لوليد ازارو، ده ما يقعدش دكة لحد. الفحل ده اللي عامل النتائج دي مش عارف في 400 مباراة عامل 350 هدف، ما يقعدش دكة. ده المفروض يسحبوا كده جايزة البالون دور من عثمان ديمبلي ويدوها لعبد الرازق حمد الله. ده ما يمنعش برضه ان الاردن عملت ماتش للتاريخ، وانا ما كنتش عايزها تخسر ولا عايز المغرب يخسر من متعتهم في الملعب. الاثنين متوقع بالشكل ده منتخب الاردن يعمل اداء تاريخي في كاس العالم، واقسم بالله. اما منتخب المغرب اللي مشارك بالصف الثالث ده لو شارك بالصف الثالث في افريقيا ياخد افريقيا مستريح. انت بقى بالمنتخب الاول هيعملوا فينا ايه؟ والله العظيم يا جدعان الواحد بيصعب عليه نفسه وبيصعب عليه المنتخب المصري. الفريق اللي عنده لاعب مثل عبد الرزاق حمد الله ما يخسر نهائي، هذا ابن النمور. ما قلبوا النشام الطاوله على المغرب ترجع بالنتيجه وبقياده عبد الرزاق حمد الله تسجل هدف الفوز. المغرب تكتسح العرب في
بطولة كأس العرب، واليوم في ملعب لوسيل هذا عقدة الأردن وتفوز بكأس العرب. بعد ما تقدمت المغرب بهدف تاريخي هو الأجمل في البطولة، الأردن قدرت ترجع في النتيجة وقدرت تسوي ريمونتادا، بس لعبد الرزاق حمد الله كلمة ثانية. وما ننكر أن النشامة قدموا مباراة كبيرة وكانوا ممكن يخطفوا المباراة، بس عبد الرزاق حمد الله قدر يعادل النتيجة في آخر الدقائق. صراحة بكل حب نقول هارد لكم النشامة، قدموا مباراة كبيرة ومبروك للمغرب والشعب المغربي بهذه البطولة. بم بم بم. طنان ما احترمنيش، طنان غير متواضع، طنان مغرور. رحتوا بدنا نسلم عليه، شات الكورة وخلاني نسلمه على العارضة. كنت من أفضل حراس البطولة، أنا كنت متأكد إنه كانت حتجيك عروض كبيرة، ولكن من يوم ما ابتديت تثرثر خارج الملعب وتحاول تطلع ترند على حس سالم الدوسري ضعت داخل الملعب. أسوأ أداء لحارس في تاريخ نهائيات البطولات. ما حد جاء على سالم، ما حد جاء على سالم وانتصر. أكثر لاعب انظلم في الإعلام سالم الدوسري، عمره ما رد بقلة احترام على أي شخص ولا أي لاعب. أكثر لاعب متواضع مر بتاريخ البشرية سالم الدوسري. على قد ما يسقطوا عليه ويقولوا له اعتزل وانت السبب ودائما يحاولوا يقللوا منه، عمره ما خرج ورد على إنسان. مشكلة سالم إنه مو شاطر في الإعلام زي ما هو شاطر في الملعب وفي الخلط. مبروك للمنتخب المغربي ومبروك لطنان أفضل هدف في تاريخ البطولات العربية، ومبروك للاعب الهلال السابق حمد الله أفضل لاعب في النهائي والبطولة العربية. دمتم. تيك تاك المغرب فعلتها، المغرب بطل لبطولة العرب على نشامة الأردن. ألف مبروك المنتخب المغربي وهاردك المنتخب الأردني، يستاهلوا. ألف مبروك للمنتخب المغربي. المغرب من إنجاز إلى إنجاز، هالسنتين أو من بعد كأس العالم 2022 والمغرب في صعود في مستواها فيما يخص الكورة. أولمبيات برونزية في الأولمبيات، رابع كأس العالم وأبطال كأس العالم 23 سنة، وربع النهائي في كأس العالم من الناشئين، والحين أبطال العرب. وبعد 3 أيام راح يلعبون بطولة أفريقيا في المغرب، أتوقع يحققونها لو حققوها. الكرة المغربية عايشة فترة ما هو ذهبية الماسية، فمبروك للشعب المغربي والمنتخب المغربي. هدافين كأس العرب لعام 2025. اللاعب الأول علي علوان ب6 أهداف لاعب المنتخب الأردني، اللاعب الثاني محمد كنو ب3 أهداف لاعب المنتخب السعودي، واللاعب الثالث عادل بولبينا ب3 أهداف لاعب المنتخب الجزائري، اللاعب الرابع ب3 أهداف كريم البركاوي لاعب المنتخب المغربي، أخيرا الساطي حمد الله ب3 أهداف لاعب المنتخب أيضا المغربي. هذول كانوا هدافين كأس العرب لعام 2025. اكتبوا لي من الأفضل من بينهم، لايك وفولو، هدفنا نوصل 50,000 بإذن الله. شوف لما تستدعي الساطي حمد الله شوف ايش يسوي لك. الدقيقة 71 المغرب كانت مهزومة 2-1 من الأردن، الدقيقة 99 الساطي عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفين ويفوز المغرب. يا ساتر، طبعا هذا كله سووه هو ما شاء الله عمره 35 سنة يا اخوان، 35. شوف تقييم لاعبين المغرب كلهم وشوف تقييم حمد الله ماخذ 9 وهو لاعب بوقت أقل. حمد الله واحد من أفضل المهاجمين العرب في التاريخ. ما قلنا الساطي عبث يا اخوان، هذا حمد الله، هذا حمد الله المجنون رجل النهائي. دخل في الدقيقة 72 بديل يا اخوان وسجل هدف التعادل امام المنتخب الاردني، وبعد كذا سجل الهدف الثالث والفوز للمنتخب المغربي. 1000 مليون مبروك لاسود الاطلس، فوز مستحق طبعا يا اخوان. هارد لك للنشامة، هارد لك المنتخب الاردني، ما قصروا والله، قدموا مباراة ممتعة صراحة، نهائي يليق بمسمى نهائي كأس العرب. اخي والله المنتخب المغربي تاريخي، هذا رديف المنتخب المغربي، ما هو المنتخب الاساسي. اذا جاء المنتخب الاساسي ايش بيسوي؟ الرديف جاء واخذ كاس العرب ويستاهل ومستحقه بالطول والعرض يا اخوان. هارد لك للمنتخب الاردني، ما قصروا، يعطيهم العافيه، فول جرينتا، لعبوا مباراه جميله، قدموا بطوله جميله، ولكن صراحه ذهبت لمن يستحق. مبروك لاهلنا في المغرب، هارد لك لاهلنا في الاردن، وبس والله. السلام عليكم. هارد لك للمنتخب الأردني، هارد لك للجمهور الأردني، هارد لك للنشامة وللاعبين اللي قدموا مباراة أسطورية، بطولة أسطورية رغم قلة الإمكانيات، رغم الغيابات، ولكن بطولة مثالية، مباراة أسطورية، ولكن الحظ ما حالفنا بآخر الدقائق. المنتخب المغربي منتخب أسطوري، أنت قاعد تلعب ضد أفضل منتخب في إفريقيا، رابع كأس العالم، حتى لو كانوا بيلعبوا بالفريق الثاني، ولكن يا صديقي العزيز المدرسة المغربية أثبتت للجميع أنها أفضل مدرسة كروية إفريقية عربية
بالنسبة لي مبسوط كثير في البطولة، مبسوط كثير في الأداء تبع منتخبنا، مبسوط كثير بالجيل اللي طالع، ما في ولا سلبية بالمباراة، ما في ولا سلبية بالبطولة. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع هيك جيل ومع هيك منتخب القادم أجمل ولسه. وهارد لك للجميع. خسارة المنتخب الأردني رح يدفع ثمنها ميسي بكأس العالم. أقسم بعيدا عن المباراة وجنون المباراة، يعني أنا لبناني وتحمست وتوترت وتشجعت، كيف الله يعين الجمهور الأردني والجمهور المغربي كيف تحمل. هارد لك من كل أعماق قلبي للمنتخب الأردني اللي قدم بطولة استثنائية، وألف مبروك للمنتخب المغربي. ولكن بكل صراحة أنا بوجهة نظري المنتخب الأردني هو اللي كان بيستاهل البطولة بكل صراحة. مش عم نحكي المغرب مش مناح أبدا، كتير مناح المغرب كانوا أفضل بهالمباراة واستحقوا الفوز، ولكن المنتخب الأردني كان مشواره أصعب وكان عم بيقاتل أكتر. مش طبيعيين الروح الإيطالية اللي عندهم، أقسم بالله حرام يتلقوا هدف في الدقيقة 89، أقسم بالله مش مزح. يعني للأسف هارد لك يا أردنية، حظنا مثل حظكم مثل المنتخب اللبناني، ما أحكي أكتر من هيك، يعني ما بنتوفق بشيء، نحن وياكم معلم. يلا إن شاء الله بتفشوا خلقكم معلم بميسي بكأس العالم بس. سيداتي والسادة، مرحبا بنا وأهلا بكم في حقبة المغرب التاريخية، صناعة التاريخ الكروي لأسود الأطلس. منتخب المغرب أبطال العرب بعد الفوز بماراثون مش بمباراة لا ضد الأردن 3-2. ليس عليك سوى بالاستمتاع بما يقدمه المغرب على سبيل كرة القدم وما يقدمه المغرب على مستوى الأفراح. ما شاء الله تطور مرعب وصناعة للتاريخ بالمعنى الحرفي للكلمة. التاريخ اللي احنا صنعناه في 2006 و8 و10 واللي صنعناه من قبل وقبل وقبل. المغرب دلوقتي بصدد صناعة التاريخ من أول وجديد، كتاب التاريخ يليق بأسود الأرض. مباراة راحت وجت وسيناريو. As a developer, you pour your heart and soul into your product. Every الله لك أسماء. اليوم المنتخب المغرب مو جاي يلعب بالمنتخب الثالث، هذا منتخب عالمي. كيف نحن في آسيا نلعب مع منتخبات مثل أستراليا واليابان بالفريق الأول وهذا بالفريق الثالث؟ لا مستحيل، قسما بالله مستحيل. اخطاء والهدف الاول عالمي من اسامه طنان. اي جول! لا لا مستحيل. نص الملعب سجل على الأردن، من نص الملعب مصابة يزيد أبو ليلى يا جماعة. فرحة الجزائريين يمكن أكثر من فرحة المغربيين. نبي ناخذ جملة وكلمة من الحجة الجزائرية. الجزائري مبسوط أكثر من المغربي. الجزائري سعيد أكثر من المغربي. فرحانين طبعا. أسود المغرب كيفاش ما نفرحوش بيهم؟ أسود الأطلس ما خلاوش لا كوب تروح بعيد، ترجع للمغرب العربي، الكاس ترجع للمغرب. يا سلام يا سلام يا سلام. أول حاجة يعني اي سيناريو غير متوقع يصير، تستقبل هدف زي كذا وترى الهدف هذا حيحطم معنويات، لانه انت تدخل عليك هدف من ورا نص الملعب ترى حيجيك احباط وحارسك مصاب. لكن ان شاء الله انه نستمتع، ان شاء الله انه منافسه فيها عاليه ان شاء الله. وبارك علينا الكاس. ودابا غنرجعوا من الاول، ودابا غترجع امياه الى جوهر. بدل ما عطاش بهاد اللقطه الزوينه، حنانين والله الا حنان الدريات والله الا حنا. شوف ايوا مع بدل ما عطاش جا اسامه طنان طنطن بوحل بيته، وقلت لك الحارس تسرح على خاطره.
توا على البيت منين وناضي والحارس مسكين تجبد ما عرفت مالو مشى صاحبه كيشوفوا حتى اشترى لا تسي اخو في درب عمر انفجرت قنينته. هذا البيت الاول سال الشوط الاول ب1-0. بدينا الشوط الثاني جابوا التعادل مع الاسف، عاود جاهم بينالتي ماركاو علينا 2-1 وكنا خاسرين. ويجي حمد الله تيسير الله رضات الوالد ضربه في البوطو دخل الشبكه قاسته دخلت. وكان في الاول كاك تسلل وبقينا حاضي الفار انما وقاو راه بيت ويحسبوا لنا الحكم حسبوا لنا الحكم هاجا 2-2 صافي. سال الشوط الثاني بالتعادل مشينا الاشواط الاضافيه ومع البدايه ديال الشوط الاضافي ماركاو عندنا واحد البيت صراحه ناضي شو كيدير صراحه بيت زوين والحمد لله تلغى حيت قاستو في اليد على خاطرو تلغى لهم البيت وبقينا من هنا جا حمد الله ثاني رضات الوالدين قلب عليه هذا السيزو ضربت الحارس رجعت حمد الله بواق تيسير الله بوبو ايوا صافي بقينا زامطينهم. سال الماطش 3-2 مبروك علينا. ترى هذا الماتش وحال الاعصاب شدتنا فيها ترى لا تسي تابعنا في افريقيا. ايوا المهم مبروك علينا كاس العرب والعقبه ان شاء الله كاس افريقيا نهار الاحد غنبداو الماطش بماطش. والله العظيم لا قطر داخل عنا بالخير. لعبنا فيها كاس العالم وصلنا للدومي فينال اول مره. لعبنا فيها كاس العرب ديناه كنا كاس افريقيا تاكل ديتولي لا كاس افريقيا ان شاء الله تنظم عندنا. وبهذه المناسبه ديال التنظيم وهذا الشتاء والتساقطات شوفوا قطر ودعق المطار. هانتوما الكره والله ما قادره تزيد بالله. هادشي راه ديال الله فاش ربي يعطي خيره راه ما عندك ما ديري والله خطيري. وكون قاعد عندنا دابا شي وحدين تتبربصوا قلت لك شي وحدين خاصهم اللي يدوز لك المغرب القجع ما اسكت اخويا هو المطار ودينا الكاس في قطر بوبو. واحد اللقطه شتا في الماطش نختموا بها. واش هذا ما فكركمش في شي واحد؟ واش ماشي هذا اللي كان تيدير الرقيه ذاك النهار؟ ها انتم شوفوا مزيان هز درابوات ديال الاردن كيشجعهم. واش ماشي هو هذا اللي كان تيعزم وعزم دابا والله خاط كان زي حيد عليا مبروك علينا ولا بالينا سقينا. وما نساوش حريمه جدا احسن لاعب والحارس ديالنا بن عبيد دا احسن حارس. حتى واحد لاعب الاردن دا الهداف تبارك الله عليهم داروا ماتش زوين صراحه. وكاع اللي تيقول لك هاتوا المغرب هكا وقال المغرب وربي ألف مبروك تتويج المنتخب المغربي، تتويج مستحق نظرا لكل هذا الارتقاء للكرة المغربية. التتويج بمونديال الشباب، التتويج أيضا بالشان، وأيضا التتويج بكأس العرب. حمد الله اللاعب الذي تلقى انتقادات عديدة كان رجلا للمباراة النهائية. أعاد المغرب بعد أن كانت الأردن قريبة من التتويج. مستوى رائع جدا للمنتخب المغربي صراحة في هذه الدورة. المغرب بمنتخب أول ومنتخب ثاني ومنتخب ثالث يمكن أن تعول عليهم. يعني الحقيقة يجب أن تقال بكل روح رياضية. المنتخب الأردني ظهر بوجه رائع جدا لكنه اصطدم بقوة بدنية وقوة دفاعية للمنتخب المغربي. عرف من أين تؤكل الكتف. الهدف الثالث قتل الأردن مباشرة وجعل من المغرب بطلة لكأس العرب. يجب أن نعيش هذا التطور. يجب أن ربما نستفيد مما تقوم به الكرة المغربية لأنه صراحة الأمر الذي تقوم به يمكن أن يجعلها تسيطر على الكرة الإفريقية وعلى الكرة العربية لسنوات وسنوات مقبلة. غربة خوتنا مبروك عليكم ولا غير تستاهلوا. مبروك للمنتخب المغربي الفوز أمام المنتخب الأردني. نتيجة كما شفتوها 3-2 لصالح المنتخب المغربي. الماتش هذا اللي ما شافوش ولا غير راطة. المنتخب المغربي في الشوط الأول دخلوا مليح على كل حال وكانوا قادرين يماركيو الهدف الثاني والهدف الثالث. راطوا بزاف على كل حال. دوزاميطو المنتخب الأردني عاودوا ولاو بقوة وقال لي زادوا الهدف الثاني. وما تخاوتنا المغاربة عاودوا قال لي زادوا لهم الهدف الثاني. مبروك للمنتخب المغربي. كاينه حاجه لازم نهضر عليها. البيت الاول تاع اسامه هذاك في دقيقه 4 بيت شباب بزاف على طريقه يوسف بليلي. المنتخب المغربي في المقابله هذه كانوا منظمين مليح ولا غير يعطيهم الصحه. كانوا حابين يربحوا وربحوا المقابله هذه امام المنتخب الاردني ولا غير منتخب منظم منتخب محترم. حنطيحوا معهم في كاس العالم ان شاء الله. اول مقابله مع المنتخب الاردني نربحوهم وان شاء الله فيها خير. مغاربه خوتنا ولا غير بصحتكم وفرحنا لكم وتستاهلوا. صراحة المغرب معها حق انه يبعثوا لكم الفريق الثالث او الفريق الرابع حتى يلعبوا ببطولة كأس العرب لانه معهم حق. اساسا هن باي عين راح يبعثوا لنا بونو، حيبعثوا لنا ابراهيم دياز، حيبعثوا لنا زياش، حيبعثوا لنا نصيري. يعني هاي التشكيلة اذا بعتوني اياها انا متأكد 100% حيفوزوا 12 و13-0.
فخلاص المدرب شو قال لك؟ قال لك رقراقي خلينا نبعث لهم هذول اللي يلعبوا عنا احتياطي يروحوا يجيبوا كاس العربي ويرجعوا. انه شو هالبهدله يا فرق اسيا؟ شو هالبهدله؟ لك والله عيب عليكم، قسما بالله عيب عليكم والله. لك والله شرشحونا. لك اقسم بالله كل واحد عمره 22 23 24 سنه وصلوا للنهائي، فازوا على السعوديه، فازوا على الامارات. مين ضل ما فازوا عليها؟ يا عفو الله يا عفو الله. خيو رح نعمل اتفاق نحن والمغاربه من دون ما تلعبوا كل سنه، ماشي؟ من دون ما تلعبوا تجوا نعطيكم كاس العرب وتضلكم رايحين. والله جد ما عم نزعل يعني، هيك اسهلنا. ليش نلعب البطوله اساسا؟ ألف مبروك كابتن، هذا الفوز وهذا الانتصار في هذا النهائي الصعب والشاق الذي تلاعب بالأعصاب والقلوب. الحمد لله ديما المغرب المغرب أسد الملك وهندئ المنتخب المغربي والشعب المغربي على هذا الإنجاز، وأقول لأخي حاتم هارد لك وللشعب الأردني الشقيق مناسبات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله يهدي الكأس العربية إلى Do you dream of YouTube success and financial independence? Don't know where to start? We make it simple. No faith. مبروك كابتن، مبروك ألف مبروك. هذه دموع غالية لرجل يعني كانت له بصمة في المونديال قبل 40 عام، واليوم يفرح هني في أبو ظبي مع المحبين للكرة المغربية أسود الأطلسي. ألف مبروك كابتن، وتهانينا. حظ أوفر حاتم إن شاء الله في الجاي. قدمتوا مباراة كبيرة، عرض رائع، تستحقون التحية والتقدير. هذا الجيل جيل يستحق الأردن أن يفتخر فيه طبعا، ونحن كعرب نستحق فعلا أن نفتخر بهؤلاء النشامة ونفتخر بهذه المقابلة النهائية روعة في الأداء وجمالية الأهداف. أعطت واحد يعني صورة جد مشرفة للعرب ككل، تزينت الكرة العربية بهذا التتويج العربي الثاني للمملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة. وهذا الفوز اليوم ربما يعطيه الشحن ومعنويا كذلك المنتخب إن شاء الله الأول اللي على أبواب كأس إفريقية إن شاء الله بالتوفيق. ونتمنى أن يحقق كذلك المبتغى ويفوز باللقب القاري الذي غاب عن المملكة المغربية حوالي 50 سنة تقريبا. مبروك كابتن. شكرا اخي حاتم. هارد لك منتخبنا قدم، والله تستحقون اكثر عن هارد لك. قدم بطوله رجوليه، بطوله استثنائيه. شفنا اليوم النشامه ما قصروا في المباراه. كالبيت اسامه الطنان، كالبيت كالفراب، كالفيزيون، كالبريسيزيون، كالفينيسيون. شو هذا الهدف؟ ما هذا الهدف يا اسامه الطنان؟ راك مجبور باش تبرر على هذا الهدف. هذا مش هذا سرقة، هذا ماشي هدف، هذا هدف أنكولوجي، هدف أسطوري، هدف خرافي، هدف للتاريخ. الهدف الذي يعشقه جميع الرجال هذا هو. يلخص لك معنى الجمال في تسديدة والله لا لخصت معنى الجمال يا خوتي. هدف ما قادر تستوعب كي داير البيت. مانيش عارف بارتي شحال غتكمل، مازال ما كملت ان شاء الله تربح المغرب. مي بيت مهبول، بيت خرافي، يستحق التقدير، يستحق توقف وتحيي له. اقسم بالله يا خوتي ما كانش كيفاش كاع، ما كانش كيفاش كاع. يليق تهضر على هذا البيت، يليق تشكر هذا البيت باسكو هدف ما كانش كيفاش. خوتي غلطه غفله ما تفاهموا، سوء تفاهم. صاحبه نتحي له، شافه ديالك عطاه البوله، هو طلع راسه شافه جو خارج ضربها من المورسون دخلت. كفانا من المقارنات وتبدو تجبدوا في اهداف واحده اخرى. هدف هذا يعتبر هدف خرافي، هذا الهدف باسمه، هدف اسامه الطنان من مورسون ضربها بالقوش، طلع راسك تشوف كاردي خارج ضربها له كيما هكا، وجاي عندك واحد ضاغط عليك. بيت بيزار ضرب وجهها مع البارة وكاع سلامات ليه. مي هدف اسطوري ان شاء الله تدوها وتكتمل معاكم. بيت شباب تدوا هذا التيتر، تستاهلوا يا تستاهلوا. السلام عليكم. هدف عالمي، دخلت نصف المباراة لقيت المغرب مسجله هدف عالمي، هدف مش نورمال. شوفوا هدف احسن هدف في كأس العرب. المغرب، هاتوا المغرب،
هاكو المغرب. هزوا راسكم الفوق، هزوا راسكم الفوق وافتخروا وقولوا بصوت عالي انا مغربي، انا مغربي. احنا مغاربه برو ماكس. عربي انا، مغربي، افريقي انا، امازيغي، في حضرة كل العرب، في حضرة كل العرب. صدقنا احنا هما العرب. اشهد يا تاريخ، المغرب بطل كأس العرب. العرب الحقيقيين هما هادو. العرب ديال بصح هما هادو الرجال. ايوا يلا كالمه، شتو ما عارفينش حنا بعد كنلعبوا في ديك افريقيا، في ديك كاس افريقيا بعد كنلعبوا. خليونا ساكتين، نجيو نتفرجوا ونتفهموا علاش حنايا بالمنتخب الثالث، المنتخب السي، ما هو الأ ما هو البي، لعبنا معاكم بالسي ودينا لكم هذاك كاس العرب. جيو شوفوا شنو كاين. وعلى اي الخيل كاين جوج الانواع، نوع صالح لمسابقات الجمال ونوع صالح للتبوريضه، عنده الكتف وكيهز السناح، وراكم عارفين شكون اللي كيهز السناح وشكون اللي كيدير الديفيلي برقم وانا نفهم. المهم شكرا لجميع الدول اللي فرحت لينا والدول اللي شجعتنا والدول اللي ساندتنا. مبروك لمنتخبنا المغربي الرديف، وقال لك هاتوا المغرب، هاتوا المغرب، هاتوا المغرب، ايوا خذوا المغرب. والله يا جماعة أكبر كارثة، هذه عيب يعني، هذه راح تكون زي الزلزال على قارة آسيا في حال أنه المغرب توج بكأس العرب. يا جماعة داخلين بالفريق الثالث، تكفون استوعبوا شوي. الفرق الآسيوية كلها قاعدة تلعب بالفريق الأول، الفريق الأساسي الدوريات عندنا واقفة، هم لا لسه عندهم كأس أفريقيا، راح ينزلوا الفريق الثالث. فرق احنا يعني لعيبة احنا صراحة ما نعرفهم، احنا لعيبة يعتبرون جيدين لكن ما يلعبون بشكل أساسي في كأس العالم مثلا، يمكن ما تشوف هذول اللعيبة. وصلوا للنهائي، هذه كان باقي لهم خطوة ويأخذون البطولة. إذا صارت يا جماعة والله يا هي يعني صفعة تاريخية على قارة آسيا. المغرب كذا بوب ضربت ضربة تاريخية لقارة آسيا، قالت لهم أنتم ما عندكم كورة. هذه في حال أنهم توجوا بها. يعني الفريق اللي راح يوصل للنهائي سواء الأردن ولا السعودية المفروض عشان يحافظ على كرامة القارة يضرب، مو يفوز 1-0 حتى، لا يضرب، لأن غير كذا مصيبة والله يا جماعة. عليك بلادي الله، خليتيه ندير الصواب مع العالم كامل. تاهم نقول لهم هارد لاك. هذه هارد لاك رقم 2000. عرفتي شحال من واحد قلنا ليه هارد لاك؟ اللي طاح في المقله كيتقلى. هارد لاك المنتخب الاردني، قدمتوا بطوله زوينه صراحه، قدمتوا بطوله رائعه. اليوم مباراه كانت قويه، لعبتوا ضد المنتخب الوطني المغربي الرديف. واجهناكم كاملين في كاس العرب هذا المنتخب الوطني الرديف، وانتم كاملين لعبتوا بالمنتخب الوطني الاول ديالكم، والنتيجه الحمد لله راكم شفتوا على عينيكم. دويتوا بزاف، ما عجبنيش داكشي اللي كنت كنشوف في السوشيال ميديا. دويتوا بزاف، هاتوا المغرب، عطونا المغربيه، ولكن ربي كبير، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه. احنا الحمد لله ديما الفوق. شوف تحتك السعودية، أردن. نحن العرب الحقيقيين وما احنا، يقسم بالله. انتوما غير شوية، احنا عرب اوريجين. من قبل نص الملعب عمري ما شفت ولا بشوف، عمري ما علقت ولا بعلق. هدف مغربي للتاريخ يسجل لك ولنا وللمشاهدين. نصف النهائي وراسية الرشدان كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة جدا.